السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب الكل يكون في خير. النهارده عايز اكلمكم في حاجه مهمه جدا من التجارب الناس اللي بيجينا في العيادات، نركز عليها بالله عليكم. بلاش اي عيان جاي يكشف عند دكتور السنان يكذب عليه. يعني انت لما تكون عندك حاجه بيسالك عندك ضغط يا حاج، عندك سكر، بلاش ان انت عايز تنفذ حاجه في دماغك. انت جاي عايز تخلع وانت عندك الضغط وما تعرفش ان انت لو خلع لك وانت عندك ضغط هتطلع نافوره دم تبهدل العياده. يسالك مثلا طب عامل عمليه، طب تفضل تخبي. هو الدكتور كده كده، الدكتور الشاطر الناصح بيعرف ازاي ياخد المعلومات اللي هو عايزها من العيان بطريقه غير مباشره. فانت بلاش تضر نفسك وتدخل تكذب على الدكتور وتلف وتدور وتبقى عايز تقول له لا ده انا مش عارف، ما عنديش حاجه، ده انا كذا ده انا كذا. هو هيفضل يسالك اسئله. فانت عشان مصلحتك بالله عليك خليك صريح مع الدكتور وانت رايح، خاصه لو عايز تخلع وضرسك فعلا محتاج يتخلع. خليك صريح مع الدكتور وبلاش لف ودوران. عشان كده كده الدكتور هيعرف. وحتى لو الدكتور مثلا كان مستعجل وخلع لك على طول، انت هترجع تندم وهتدخل في مضاعفات وتدخل بعد كده في مشاكل مع الدكتور ومش عارف تقول اروح اشتكي في النقابة. فبالله عليكم يعني نتقي ربنا ونخلينا صادقين مع نفسنا عشان مصلحتنا. اشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.